السلام عليكم اخوتي واخواتات، اهلا وسهلا بالجميع اخوان اخوات اينما كنتم، هيهات ثم هيهات. شوفوا الفيديو. لما دخلنا الجزائر وقعدنا في الجزائر تماني في المنفى، لا عائلة لا وطن اللي دفعنا عليه وحررناه تيدير لي داك تيبول اللي في الفم ديالي، ما قدرتش نقول لك الصبح عليه. حركاتنا مراقبة من طرف الرجال 24 ساعة على 24 ساعة. ساقوني عند المحقق الذي بادرني، إلا بغيتي المساواة هي حقناها لك في التعديل. ولما وصلوني للمخفر تاع الشرطة بقى كيضربوا فيا ويعذبوا فيا، ربطوا لي يديا، وكل ما يشوفوني صافي ما قديتش صافي لا نتنفس ولا نتحرك. تجيب واحد الشيفون خانز بريحة الكريزي وريحة المرحاض، حطوا لي على وجهي ويعصروا لي فمي. أوضاع مزرية، واللي كنعقل عليه يعني بقى راسخ في دماغي هو البق، ما كانش كيخلينا ننسو. عذبوني وتكرفس عليا وبقى كياكل فيا ويقطع لي في كسوتي ويحلوا لي شعري ورجليا مقطعين بالضرب. ولما دخلت عاديه، ولما خرجت كلشي دم. جاو لي مع الصباح كيهضروا معايا بشي هضره خايبه، قلت لي الله يخليك انا راه بنت عائله، وهضر معايا بالرفض مؤدبه. كيقول لي هو يعطيني بواحد الدقه اللي حتى نجي الله ينجينا ونجي كون رافده الولد ديالي الصغيور في الظهر ديالي، كون غادي يتفشخ هذيك الساعه في 8 الصباح. ولدي جلده هكا مكوي ب100 ريال، قال لي كانوا كيكويوني ب100 ريال. عري لي صدري وشوف فيه، قلت له ما قديتني شوف اوليدي. تما جابوه بركوا عليه بالعصا، قال لي الشهيد الله يرحمه العصا والكهرباء والشيفون والتعذيب الوحشي. قال لي ياك والشيفون، قال لك الكريزي والشيفون وحاجه قول خنت فيه، قال لك هو هذاك اللي قضى عليه والتريسينتي. دخلنا على بانا باش نشوفوه، لقيناه في واحد عباره على ميضه محطوط فيها، وعلى عباره على طرف نتاع العظام مغطيه جلد. خويا الصغير هرب اللي كان زي الموضوع اليوم عنده علاقة بمحمد السادس وماكرون. جاي باش نتكلم على هذا الموضوع لأنها كتعرفوا علاقة فرنسية مغربية، الحماية الفرنسية ماشي الاستعمار اللي تقاتلت المقاومة باش تخرج الصهاينة والفرنسيين وما أدراك ديال الناس، ياك باش المغاربة يعيشوا مزيان. جا الحسن الثاني بدا كيطحن في عباد الله. هادو مغاربة ماشي جزائريين، هادو مغاربة ماشي بوليزاريو، هادو مغاربة ماشي أجانب، مغاربة اللي مشاو عاشوا في الجزائر. الجزائر اللي جالسين كنعطيوها القاصح، ياك جارة السوء هزات المغاربة خوتنا اللي كان كيفرعهم ويقتلهم ويدقدقهم ويطحنهم ويحرقهم ويدير فيهم العذاب ويوكلهم إخان والبول حاشاكم. نساء حاملات كتكوى، رجال بالضو تريسينتي. فرنسا كتحمي العلويين ضد المقاومة، فمين حرروها المغاربة ياك بين قوسين المنفى، ومشى مسكين المنفى تمثيلية ديال انه مشاو دا مع 14 مرأة مسكين محمد الخامس، ومن جاو كيطحنوا المغاربة. نخليكم تشوفوا الروبورتاج ديال علاش فرنسا مبغاش تعترف بالصحراء ياك تا مغربيت ديال الصحراء، وكيفاش شنو وقع اللي خلى ان كاين خلل ياك ديال المغرب يعني ما بين الرباط وباريس. شوفوا الفيديو. السؤال: لماذا أرجأ الجانب المغربي هذه الزيارة، زيارة رئيس جمعية رجال الأعمال الفرنسية إلى المغرب؟ أطرح عليك سؤال أولا سيد عمر المرابط، البحث في العلوم السياسية، ما الذي يحدث؟ الحقيقة هو أن هناك أزمة استقرت، ظنناها عابرة لكنها استقرت منذ أكثر من سنة ونصف، وهذه الأزمة تجلت في إلغاء العديد من الزيارات بين البلدين، عدم انعقاد بعض المجالس التي كانت تعقد عادة بين البلدين، بين الوزراء، بين الحكومتين إلى غير ذلك.
وهذا يعود إلى الموقف الفرنسي الذي تغير منذ وصول الرئيس ماكرون إلى الحكم، وتغير بصفة خاصة وأن المغرب كان ينتظر بعد اعتراف ترامب بمغربية الصحراء أن تتبعه فرنسا. نحن نعرف في سنة 2007 عندما طرح المغرب مشروع المقترح الحكم الذاتي للصحراء المغربية، كانت فرنسا سنة أبريل 2007 أول من ساند وطرح وتبنى هذا المشروع أمام مجلس الأمن. المغرب ظن بأن هذا التوافق بين المغرب وفرنسا لن يكون فيه تراجع، وأن من مصلحة فرنسا أن ينتهي هذا المشكل الذي تفتعله الشقيقة الجزائر جنوب المغرب. وبالتالي كنا نعتقد بأن فرنسا يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في حل هذا المشكل، لكن الذي وقع هو أن اختيارات الرئيس ماكرون كانت اختيارات ربما اقتصادية ولم تدفع تدفع في اتجاه اقتصادية بمعنى أنها تنحو نحو الجزائر، هذا ما تقصده؟ نعم 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 طيب. نعم الجزائر هي اللي درتها. نعم لأن المغرب دولة مستقلة عندها السيادة. نحن نعتقد هذه المغرب عندها السيادة معتقدة، دابا دولة عندها السيادة وعندها قناعة وعندها استقلالية. كتسنى فرنسا تقول فرنسا ما قلتيش انت شنو قولي انت؟ فرنسا دخلية في الصحراء، إسبانيا اللي كانت في الصحراء وخرجت. يعني بلاصة ما تعالج هاد الكوارث اللي عندك في بلادك يا بعرور، غادي كتهضر في الجزائر وحل المشاكل وكلشي نلصقو حنا في الجزائر. الجزائرية كتقول ماكرون شنو تقول شنو ما تقولش. كمل طيب استسمحك اطرح السؤال على الاستاذ زيد العاظم المحامي والكاتب السياسي، حتى اذكر مصدر في جمعيه اتحاد مقاولات المغرب قال ان زياره رئيس جمعيه رجال الاعمال الفرنسيه ارجئت بطلب من الجانب المغربي نظرا لان سياق العلاقات بين المغرب وفرنسا ليس مناسبا لاجرائها. ضيف يتحدث عن ازمه استقرت وعن تغير في الموقف الفرنسي منذ مجيء ماكرون. مساء الخير مجددا. بالبداية الضيف تحدث عن موضوع اعتراف ترامب. أنا أريد أن أقول أن اعتراف ترامب هو اعتراف سياسي وليس اعتراف قانوني. فرنسا في مسألة الصحراء الغربية تركز وتؤكد دائما على اعتراف قانوني ينبع من الشرعية الدولية، شرعية مجلس الأمن. هناك الآن مبعوث دولي اسمه ستافان دي مستورا سيقوم بتقديم تقرير دولي إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن، وعلى ضوئها فرنسا تقوم بإعطاء موقفها النهائي. نعم، فرنسا كانت وما تزال تقف بجانب المغرب، تدعمها في كل المحافل الدولية. موقف الرئيس ماكرون لن يتغير ولم يتغير أبدا عن موقف أسلافه، تدعم المغرب، ولكن دعم الرئيس ماكرون سينبع من الشرعية الدولية. فيما يتعلق بدعم ترامب دعم بالأمس ربما ينكأ اعترافه في اليوم القادم، لأنه ليس اعترافا قانونيا، هو اعترافا سياسيا. باريس تصر دائما على الاعتراف القانوني الشرعي الذي ينبع من الشرعية الدولية. هناك مرة أخرى أعيدها بعثة تقصي حقائق يقودها ستافان دي مستورا، سننتظر تقريرها النهائي في شهر 10 وعلى ضوئها باريس. باقي المخنز كيدير الخدمة ديال البراش، هذا هو النظام البراش ديال السلاقط اللي كيتكلم عليه خبيث البهدلاوي. يعني انت عارف كاين نظام دولي وكاين قرار دولي وامم متحده وتقول لي ترامب التدوينه شنو هذا الشيء كينبعث من عنده هو، حتى بقات له جوج سوايع باش يخرج من البيت الابيض كتب تدوينه صافي. امريكا ولا راجل واحد ماشي براهش. نتوما كمل خلي البرهوش يفيق. وكيف ترقب هذا الإلغاء؟ أنت سيجيبك ضيفي على هذه النقطة، سأحيل لك الكلمة. هذا الإلغاء ما الذي تفهم منه؟ للأسف غضب، امتعاض مغربي، منسوب مزاجية عالي نوعا ما من قبل الدبلوماسية المغربية. كل صباح أقرأ الصحف المغربية، للأسف بعض الصحف المغربية لا تخفي صيدها في الماء العكر، إعطائها جرعات مبالغ فيها وبعض للأسف اسمح لي أن أقول يشيطن حتى سياسة الإليزي وسياسة كيدورسي. واش كتعرف على الصهاينة؟ شيطين معروف، خصو يشيطن، هو عارف الحقيقة ولكن لابد أن يشيطن ويكذب. هذه الدبلوماسية المغربية اللي بحال ديال الصهاينة، هذاك الشيء جاي من بلاصتو. كندخلش الشاب مسكين يلا ندار مع الخبز، يلا كيقلب مسكين باش يشري القرون. بغيت نقول الحولي ديال العيد. كمل يا أستاذي. الضيف تحدث
عن تأثير جزائري. سيدي العزيز، ليست فرنسا التي تتأثر بكلمة من هنا وكلمة من هناك. الدبلوماسية الفرنسية دبلوماسية راسخة عمرها قرون. باريس تجاه المغرب وتجاه الجزائر على قدم المساواة، لا تفضل بلد على آخر. لذلك أنا فقط أنتقد الفكرة التي قلتها بأن كلام الجزائر هو الذي يتلاعب أو يؤثر بالدبلوماسية الفرنسية. السياسة الفرنسية متوازنة مع الجميع. طيب لماذا لا يتفهم المغرب أنه رغم صداقة فرنسا والعلاقات المتينة بين فرنسا والمغرب، باريس تبقى ملتزمة بالقانون الدولي والمسار الأممي؟ البعض يقولها صراحة أن المغرب يريد أيا كان الثمن فرض رؤيته في ملف الصحراء الغربية المتنازع عليها، وهذا ما لا تقبله فرنسا. يقول لك أجيبك على هذا السؤال، لكن ملاحظة أستاذ زيد، تحدثنا قبل الدخول إلى الاستوديو، قلت لي أنك تعيش في فرنسا منذ لا تتحدث سيد المرابط. أرجوك فقط اترك سيدي. لا أريد وما حدث خارج الاستوديو يبقى خارج الاستوديو. نعم يا زيد هذا راه عنده الجنسيه الفرنسيه والمغربي، ولكن صهيوني. واش انت كتظن هذا كيعرف شنو قلتي شي عاودتي له شي حاجه بينك وبينه في البلاطو غادي يفضحك يحطك بوجهك؟ واش انت كتثق في هذه الماركه هذه؟ هادو راه مصهينين، هادو راه تابعين، وهادو ما اليهود. واش كتعرف شنو الشياطين؟ ها هو قدامك وباغي يفضح. قلتي لي قبيله لا كيقولوا الاخر لا داكشي اللي بينكم في البلاطو ما تعاودوش. شوف الاخر بقى كيشوف فيه. فخر، افتخر. كمل. فقط نعم فقط حتى أقول بأنني فرنسي وكنت منتخبا فرنسيا وأعرف مصالح فرنسا وأعرف كيف فرنسا تتعامل مع المغرب ومع الجزائر، وأنا يعني خبير في هذه العلاقة خاصة بين البلدين، لأنني اشتغلت في السياسة هنا وهناك. لكن هذه أولا. المقاطع يكمل لو سمحت سيد زيد العظيم. النقطة الثانية هو عندما نتحدث عن الفصل 37 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتحدث عن لوتو ديترميناسيون دي بوبل، يعني حق تقرير المصير، فهو يقول بأن الحكم الذاتي هو نوع من تحقيق ذلك، وبالتالي المغرب عندما يطرح هذا المقترح فهو داخل الشرعية الدولية وداخل القانون الدولي. لكن هل يمكن فرضه على دولة أخرى؟ لا هو لا يفرضه، لكن القول بأن فرنسا إذا اعترفت بهذا ثم فرنسا هي فعلا دعمت المغرب ولا زالت تدعمه، لكن بحشمة احتشام. إذن هذا ليس ضد القانون كما قال السيد زيد، وبالتالي يمكن أن نقول بأن فرنسا يمكن أن تقوم. ثم إذا كان هذا القول صحيحا، لماذا غيرت إسبانيا موقفها؟ لماذا غيرت ألمانيا موقفها؟ لماذا غيرت هولندا موقفها؟ لماذا غيرت الولايات المتحدة الأمريكية موقفها؟ تعرف سيدي سنة 2007 كان هناك مقترح بيكر 2 وكان وكان يقترح الاستفتاء في المغرب، وآنذاك كانت الولايات المتحدة الأمريكية في الصف الآخر وتحول. مع التذكير أن الموضوع ليس الصحراء الغربية المتنازع عليها، ولكن هذا ما وصف بأنه فقط باختصار. الملك محمد السادس في خطابه 20 غشت من السنة الماضية تحدث وقال بأن المغرب الآن سيرى علاقاته الخارجة بمنظار مصالحه ومصالح المغرب، وبالتالي إذا كانت فرنسا تريد أن تستثمر في المغرب، إذا كانت تريد علاقات اقتصادية قوية من المغرب، وهي تراجعت من 20 مليار إلى خلف فرنسا كانت العام الماضي ثاني مستثمر أجنبي. كانت العام الماضي ثاني مستثمر أجنبي. فعليها أن تفهم أن المغرب له الآن رؤية واضحة واستراتيجية واضحة وليس مزاجية كما قال. المغرب عنده واحد الرؤية، شي حاجه ماشي استفزازيه، عنده بلا. شوف المغرب تبدل دابا، التطور ديال المغرب عرفتي فين واصل؟ شوف معايا فين تفهم لي تقنين مجال الطائرات محتاج بزاف ديال الامكانيات، وتتمناو حتى حنا بحال البلدان الاجانب حيت غنستافدوا بزاف. الايجابيه ديالها اننا كنولوا كنضمنوا الحقوق ديال هاد الناس هادو اللي هما مهمشين بواحد الطريقه يعني من كبيره بزاف. من الاحسن فهمتي نوضعوا فوق الطاوله ونديروا ليه حلول، نديروا ليه قوانين ديالو ونديروا ليه الالتزامات ديالو، ونوضعوا واحد القانون مثلا بحال تونس كيفاش خصات لهم الوثائق ديالهم وخصات لهم البطاقات ديالهم انهم باش يمارسوا الدعاره بشكل قانوني ويخلصوا ضرائب. الدعاره معروفه في المغرب ومزيانه، واول حاجه خاصها تبقى. علاش خاصها تبقى مزيانه لينا وللبنات باش عاوتاني فهمتي. خص الدوله تاخذ شي اجراءات، زعما كاينه كما قلت لك
تبني شي مؤسسات ولا شي حاجه كوم كوا الكليان فاش يبغي يجي غادي يجي يقضي المسائل ديالو، يحط لا كارت ناسيونال ديالو باش يعرفوا كوم كوا الا طرات شي حاجه يعرفوا هو. فهمتي؟ خاص تقنن باش ما يكثروش الامراض، باش زعما كاينه باش ما تتعرضش للسرقه، باش شحال من حاجه. وما عندناش حتى داك الوعي باش غادي يتقبل هذيك بلا ان الدعاره غادي تولي مقنه في الدوله عندنا وداش. ولكن السؤال المطروح نقدروا نقولوا السؤال الفعلي، واش بصح الا درنا هذه المهنه هذه غادي نضبطوها وغادي نلتزموا بها ولا غادي يلتزموا بها هذوك الناس؟ حنا صراحه راه احسن لي نسكت ياك بلا ما بدون تعليق، بلا ما نقول شي حاجه اللي غادي حتى دابا هاد العياشه هما اللي كيخليوني نخرج هاد الشيء. انا ظريف، انا مزيان، انا ما كنبغيش نزيد نفضح اكثر، ولكن كيبقاو يقول لك انت عميل. هاك يلا ضرب شرب معايا، ضرب شرب هاك، انت كاس وانا كاس، يلا شرب معايا. ها هي يلا شرب المر، شرب يا القربوع، شرب يا العياشين مدلول. كمل استاذ. على فرنسا أن تفهم ثمة خلافات أخرى، يعني العقدة في المنشار ليست فقط في الصحراء الغربية المتنازع عليها، وستجيب على هذا الأمر سيد زيد العظم. حتى الآن منذ شهر فبراير لم يتم تعيين سفير مغربي في باريس بعد إنهاء مهام السفير السابق. القرار كان اتخذ مباشرة مع تبني البرلمان الأوروبي في شهر يناير، توصية غير ملزمة متعلقة بحرية التعبير في المغرب. آنذاك هذه الخطوة لقيت إدانة قوية في المغرب. الرباط اتهمت باريس بالوقوف وراءها. ثمة إشكالات كثيرة، والبعض يقول ليست متعلقة فقط بالملف من الصحراء الغربية، ولكن ثمة إشكالات أخرى. وقد نعود ربما إلى هذه المكالمة الهاتفية التي جرى الحديث عنها بين الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والعاهل المغربي، والتي أثارت الكثير من الجدل. أي طاهر بن جلون، ها هو طارت وجبناها. هاد السيد هذا كاتب وما نعرف شنو، مقرب من القاصر وكذا وكذا. الفيديو مترجم باش يقولنا شنو وقع ما بين هذا وذاك يعني ماكرون وسيدنا الله ينسيو. شوفوا الفيديو غادي يجيكم بزاف. Très très maladroit. Il a manqué de respect au roi du Maroc. C'est ce que je sais de sources très sûres. Voilà, l'occasion ça a été les écoutes par le machin Pegasus. Pegasus, oui. Bien sûr. Et Macron s'est plaint, mais le roi lui a dit, je vous donne ma parole d'honneur que je vous ai pas fait écouter, moi c'est pas mon genre. Et là il lui a répondu quelque chose qui, je peux pas le dire ici, mais enfin il lui a répondu d'une manière très très maladroite. Et le roi n'a pas aimé. Parce qu'il lui a donné sa parole d'honneur et il n'a pas cru. Et là, bon, les relations ont été rompues. Il a envoyé ses journées au Parlement à Strasbourg, fait une résolution très anti-marocaine. Ah, c'était pas par hasard. Vous voulez dire que celui qui jette l'huile sur le feu, c'est Emmanuel Macron lui-même, c'est ça? Je pense. Et il y avait des interlocuteurs à l'Élysée et à Rabat qui discutent entre eux. Avec Macron, il a supprimé ce poste. C'est-à-dire que c'est même une erreur stratégique. À mon avis, il a fait une erreur stratégique pour la France. حلف له بالشرف ديالو، قال له دخول برمي اونور. يعني انا هذا المقاله كاين مصيبه المقالات، كاين الكونفيدنسيال ما نعرف شنو، بزاف تكلموا على هذه القضيه دي. تخيل كيقول له كنحلف لك بشرفي، ورغم قال له انا بشرفي قال لي انا ما كنعترفش الشرف ديالك وسبو. يعني اش غادي يقول له انت خايب هذه واحد، حيت قال لك لا راه قال له يمكن غير قال ليه يمكن لا نقص له من الاحترام، قل له من الشأن ديالو. شنو غيقول له؟ نقول له انت امير مثلا ما بقيتيش ملك، اش غيقول له انت ملكه؟ غيسبوا يعني غيقولوا شي كلام مخيب، لانه عارفوا انه مخلويض وانه صهيوني وانه كذاب وانه ما كيسواش وانه ما فيه ثقه وتجلس عليه. هذا هو الواقع، لا ما نبقاو نزوقوا الكلام. كمل واخا ما بقى مازال عندي ما نسمع. اكمل. سيدي العزيز، قبل أن أدخل معك بالسرد التاريخية أريد أن أقول أن الأسرة الأوروبية ألمانيا وفرنسا على رأس السطح تلتزمان بقرار الشرعية الدولية وينتظران تقرير ديمستور الذي سيصدر بشهر 10. ولكن بالنسبة لموضوع واشنطن نفسها يا سيدي العزيز
كانت قد صنفت طالبان على أنها إرهابية، ثم عادت وانقلبت على قرارها، قالت بأن حكومة طالبان شرعية. من يراهن الكثير على موقف واشنطن موقف سياسي وليس موقف هذا ما فهمت. موضوع رؤية ضيفي يقول لك أن الصداقة والالتزامات تفرض على فرنسا، ويقول لك يجب أن تفهم فرنسا ذلك. فرنسا تفهم لغة القانون ولغة الشرعية الدولية ولغة تقرير ديمستورا الشرعي. هل ثم تخلافات أخرى؟ هل ثم تعرف فرنسا؟ هل ثم لكل واحد رؤيته؟ لا لكل واحد رؤيته في أو تقييمه حتى للسياسة. في الشتاء الماضي السيدة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا زارت المغرب والتقت بنظيرها بوريطة ووعدها بأن العلاقات الدبلوماسية ستستأنف كما قبل وأن يعيد السفير. أين هو السفير لغاية اليوم؟ إذن باريس قدمت كل ما عليها. ذهبت كولونا للمغرب وقدمت لهم كل ما يمكن من التطمينات الفرنسية، وقالت لها أن موقف فرنسا ما زال تجاه حق تقرير المصير وحق الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، لكن يبدو أن مستوى ما زالت الحساسية والمزاجية العالية من طرف الرباط وليس باريس. إذا نقلبك على السفير؟ لا ما عنديش، هذا خاوي، هذا ما كيف هذا خاوي، كاينش السفير. هنا السفير؟ لا المغرب راه قوة ضاربة وحنا حنا اللي هذا هو المغرب. ضربوا بكاس القشكا. المشكلة ان المغاربة ما فاهمين والو. هادشي كله ما فاهمين فيه والو. عرفتي علاش؟ علاش المغاربة كلهم اميا وراك شي حاجة اكثر من 100%، فهمتي؟ حيت المغاربة كلهم صمون بكمون لا يفهمون. وانت راه مغربي؟ انا منهم سينا امي نكذب عليك. وهكاك كنت غير راسي مثقف شي مره، ولكن ملي كنزل الطاوله كنلقى راسي امي ماشي مثقف. اصلا كانت امي وباقا زيد اميه، غير هذيك الاميه اللي كانت الناس كيتقاطعوا على الدراسه وكل ما كانش كيمشي للمدرسه. دابا تولي تمشي للمدرسه وتولي تزيد الاميه. كنظن وقع كاين شي 70% ديال الاميه ولا 80%، حيت هذوك لا يبقاو ديك 30% 20% اللي كتلقاهم الناس الطبقه كبرى، هذوك اللي قاريين تبارك الله في البريم. اما الاخرين اللي كيقرا حاجه في المدرسه ولا ما كيقراش كلشي امي. شي واحد ما قاري في البلاد، كاين شي واحد قاري؟ والله ما قاري شي واحد، والله ما قريت. انا نكذب عليك حيت ما كايناش امكانيه باش تقرا. والو ما قاريش، نكذب عليك. حنا كنعرفوا غير الجزائريه السبب في كل الكوارث ديالنا. الصهاينه خوتنا وحبابنا ولاد عمنا، اسرائيليين زوينين وكيطلبوا الممرضات والبنايه وكل شيء زوين وحنا بخير وما خصنا خير. ناسي اوي ولادك رحت لهم تصاورهم عريانين كيفاش كانوا. رحت لهم ماما امك مغربيه سكات مغربي. انا اللي حكم المراه. انا المراه ضحك عليا، المراه قحبه. واخا تكوني انت هي الدكتوره من العالم، تكوني انت دكتورة الملك محمد السادس، المراه قدام وجهي تقبر تخبر. خصها القحبه يما المراه تبلع ساعه تشوف المراه تبقى مراه. تزوج وسير تزوج مع قحبه عاهرات تصوركم عريانات وزواجكم عاهرات. انا المراه بالنسبه لي خصها تاكل العصا. المراه لا طبونها لسانها تقطع، طبونها تحرق طبعا طبعت. وانت عارفاني شكون انايا؟ القحبة المغربية. أمي اسكتي اليهودية. ضحكي على ولد اليهود، ضحكي على يهودي مغربي. ويني أنا بالنسبة لي قحبة مرأة ما نتقش في المرأة. شي طبون عندها طبون، ما عندها قحبة خصها العصا وتقتيها خليها طبونها وتحل المرأة. كان مرأة طبونها تشرك لأمها اللي كنت سيدي مولاي وراجل. وما عندناش حرب سوريا ولا العراق وشي كامل. حنا ياك العراق شكون دمرتها؟ الامريكان. اذا حنا مع الامريكان. شكون دمرت
ليبيا الميريكان، اذا احنا مع الميريكان حنا ديما معايا دمر خوتنا، ولكن حنا زوين، حنا بغينا الخبز واتاي والخبز الزيتوني الا جعناه حاشا الملك والله ينسيو وحنا بخير الحمد لله. نشرب الماء حتى شي قاصح بسم الله الله الحمد لله يا ربي. والله يرحم الوالدين، بارطاجيو هذا الفيديو، ديروا لايك وديروا سبسكرايب وديروا تعليقات وديروا سميتو. عاش الملك محمد الخامس وعاش الحسن الثاني، والله يرحم السادس. فاتح المدارس. باي باي خوتي، الله يعاونكم.